السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة سنة أولى إعدادي. يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله معانا حصة رقم 3 في منهج الرياضة سنة أولى إعدادي. هنكمل مع بعض درس تطبيقات النسبة المئوية، وهنخش في تاني جزئية في الدرس، جزئية التقسيم التناسبي. جزئية التقسيم التناسبي النهاردة هنشتغل فيها على 5 حاجات أساسية. إيه هما؟ هنعرف مع بعض الأول إيه هو التقسيم التناسبي ده، مفهومه إيه. بعد كده هنبدأ ناخد مسائل توزيع أو تقسيم مباشرة، وفي مسائل بنحتاج فيها فرق ومجموع وهنفهم معناها إيه، ومسائل نسب معلومة ومسائل الميراث. درس النهاردة مهم، والحصة ممكن تكون طويلة شوية، فياريت نركز فيها كويس أوي، يبقى معانا ورقة وقلم عشان خاطر نعرف نحل مع بعض كل التمارين. أول حاجة معانا النهاردة إيه هو التقسيم التناسبي؟ إيه مفهوم التقسيم التناسبي؟ التقسيم التناسبي ده قالك هو تقسيم شيء ما، يعني مثلا فلوس أو أرض أو وزن أو أي حاجة، فاكهة، خضار، أي حاجة، بقسمها لإيه؟ لجزئين أو أكثر بنسبة معلومة. طيب جزئين أو أكثر بنسبة معلومة، هنا إحنا في مسائل التقسيم التناسبي مش بقسم الحاجة بالتساوي. مش بقول لك مثلا معايا 100 جنيه هقسمها بين شخصين بالتساوي فكل واحد هياخد 50، لا. أنا هنا بقول لك إن أنا مثلا معايا 100 جنيه عاوز أقسمها بين شخصين بنسبة وليكن 3 إلى 4 مثلا، ففي واحد هياخد من ال 100 جنيه 3 أجزاء، وواحد هياخد منها 4 أجزاء. فأصبحت ال 100 جنيه دي هنقسمها ل7 أجزاء، واحد هياخد 3 أجزاء وواحد هياخد 4 أجزاء، ففي واحد أكتر من التاني وهكذا. التقسيم التناسبي ده بنستخدمه في حاجات كتير جدا في حياتنا، انت ممكن اصلا تكون انت بتستخدمه وانت مش واخد بالك، او انت ما تعرفش اصلا ان انت اللي انت بتستعمله ده اسمه تقسيم تناسبي. طيب تعالى نبدأ نشوف أفكار مسائل، وأفكار مسائل كتير، فيا ريت نركز فيها كده بالراحة. أول مسألة معايا بيقول لي إيه؟ بيقول لي يريد رجل تقسيم 1200 جنيه بين شخصين بنسبة 2 إلى 1، فما نصيب كل منهما؟ طيب أولا أنا عندي أكتر من طريقة في حل المسائل، فيا ريت نركز عشان طريقة كده تفهمها وتختار الطريقة الأسهل ليك تحل بيها على طول. هنا المسألة أنا معايا واحد معاه 1200 جنيه، عايز يوزعها بين شخصين بنسبة إيه؟ بنسبة 2 إلى 1. طبعا بنقرأ النسبة من الشمال لليمين، بنسبة 2 إلى 1. فعايز أعرف كل واحد كده ياخد كام منهم. طيب أنا دلوقتي لو أنا ال 1200 جنيه دي واحد هياخد منها جزئين، واحد هياخد منها جزء، مش كده يبقى كلهم على بعض 3 أجزاء؟ يبقى ال 1200 جنيه دي هتتوزع على 3 أجزاء. فأول طريقة في الحل مثلا ممكن أقول له هنا عدد الأجزاء يساوي 3 مثلا، اهو اقول له عدد الاجزاء يساوي 3. طيب انا هنا عندي عدد الاجزاء 3. طيب انا دلوقتي لو قلت لك ان انا معايا مثلا 30 جنيه عايز اقسمهم على 3 اجزاء، مش كده يبقى كل جزء 10؟ نفس الكلام هنا، احنا عملنا ايه؟ عملنا عملية قسمة، فنفس الكلام هعمله هنا بالظبط. انا المبلغ اللي معايا ال 1200 جنيه ده عاوز اقسمه على كام جزء؟ على 3 اجزاء. فانا عشان اعرف قيمة الجزء الواحد بكام اقدر اقول له ان قيمة الجزء بتساوي المبلغ اللي معايا اللي هو 1200 على عدد الأجزاء اللي هم 3. ف 1200 على 3 تطلع ب 400 جنيه. يبقى كده أنا عرفت إن الجزء الواحد قيمته 400 جنيه. طب مش أنا عندي الشخصين، الشخص الأول هياخد جزئين والشخص التاني هياخد جزء، يبقى أنا أقدر أحسب دلوقتي نصيب الشخص الأول. ليه؟ نصيب الشخص الأول اللي هو أول واحد في النسبة ياخد جزئين، يبقى هقول له الجزئين بتوعه في 400. ليه قلت 2 في 400؟ عشان هو هياخد جزئين وكل جزء قيمته 400، يبقى 2 في 400 تطلع ب 800 جنيه. طب ونفس الكلام لو أنا عايز أجيب دلوقتي نصيب الشخص الثاني، مش الشخص الثاني هياخد جزء واحد بس هنا، يبقى واحد في قيمة الجزء اللي هي 400 تطلع بتساوي 400 جنيه. لو انت عاوز تتأكد من الحل وجربت تجمع العددين دول 800 زائد 400 هتدي لك فعلا 1200 جنيه. يبقى دي أول طريقة معايا في الحل، هي طريقة عدد الأجزاء. طريقة عدد الأجزاء أنا دلوقتي معايا المبلغ اللي هيتوزع على الشخصين وهيتوزع بنسبة 2 إلى 1، فواحد هياخد جزئين واحد واخد جزء، يبقى إجمالي الأجزاء هو 3 أجزاء. يبقى أنا معايا ال 1200 جنيه دي هوزعها على 3 أجزاء، فيطلع قيمة الجزء الواحد تساوي 1200 على التلاتة. 1200 على التلاتة تطلع فيها 400 جنيه. لو الجزء ب 400 يبقى اللي هياخد جزئين ياخد 800 واللي هياخد جزء ياخد 400 جنيه. وبس كده، دي طريقة بسيطة جدا، طريقة عدد الأجزاء. طيب إيه الطريقة التانية بقى؟ في طريقة تانية اسمها طريقة النسب أو طريقة سطور النسب. أنا بكتب كده شوية سطور بتاعة نسب. تعالى كده مع بعض كده نبدأ نحل بالطريقة التانية.
الطريقة التانية بتاعت سطور النسب كالآتي. مش أنا دلوقتي معايا واحد أو مبلغ هنقسمه اللي هو 1200 جنيه بين شخصين بنسبة 2:1. الشخصين دول أسميهم مثلا الشخص الأول أهو، الشخص الأول إلى الشخص الثاني. طيب الشخص الأول وإلى الشخص التاني مش هو هيتوزع عليهم الفلوس بنسبة 2:1؟ جميل جدا. طيب ركز كده بالراحة، هو ال 1200 جنيه دي إيه؟ مش ده المبلغ اللي هيتوزع عليهم هما الاتنين؟ يعني ده إجمالي الفلوس اللي هتبقى معاهم؟ فأنا أقدر أعمل خانة جديدة هنا وأقول له دي خانة المجموع اللي هو فيها الفلوس اللي هتتوزع عليهم هما الاتنين. هما الاتنين دلوقتي النسب بتاعتهم ده 2:1، فيبقى مجموع النسب 3. مجموع النسب كام؟ 3. طب والفلوس أصلا اللي هتتوزع عليهم هيتوزع عليهم 1200 جنيه. يبقى أنا كده معايا الشخصين دول، الشخص الأول إلى الشخص الثاني إلى المجموع. أول سطر ده سطر الأسماء، أنا حطيت الأسماء فيه اللي هو الشخص الأول إلى الشخص الثاني إلى المجموع. طب تاني شخص ده أنا كتبت فيه إيه؟ كتبت فيه النسبة ومجموعها. دلوقتي هما النسبة بينهم 2:1 ومجموعهم 2:1. مجموعهم كام؟ 2 و1 3. طب وتالت شخص بقى ده بكتب فيه القيم الحقيقية. القيم الايه؟ الحقيقية. ازاي يعني؟ دلوقتي مش المجموع بتاع الفلوس اللي هتتوزع عليهم هما الاتنين المجموع الفعلي 1200 جنيه؟ طب الشخص الاول هياخد منهم كام؟ معرفش، تعالى نسميها اكس. طب الشخص التاني هياخد منهم كام؟ معرفش، تعالى نسميها واي. انا بقى دلوقتي عاوز اعرف نصيب الشخص الاولاني اللي هو الاكس ونصيب الشخص التاني اللي هو الواي. تعالى كده نشوف الاكس دي نجيبها ازاي. الاكس دي بكل بساطة انا معايا الخانة بتاعت المجموع، تحت خانة المجموع عددين اللي هم نسبة المجموع اللي هي التلاتة وقيمة المجموع الحقيقي اللي هو 1200. طب انا دلوقتي عايز اجيب نصيب الشخص الاول. نصيب الشخص الاول الاجزاء بتاعته جزئين او نسبته 2 والرمز سميناه اكس مثلا. شايف 2 والاكس والتلاتة وال1200 تفكرك على طول بدرس التناسب وخاصية الضرب التبادلي. اعتبر ان ده كسر، بص كده عايزك تعتبر ان ده كسر وان ده كسر، وتيجي تعمل عليه بكل بساطة خاصية الضرب التبادلي، تعمل المقص اللي احنا كنا بنعمله في الضرب التبادلي عادي جدا. فدلوقتي الاكس اللي انا عاوزها عشان اجيبها اللي قصاد الاكس في المقص التلاتة، يبقى التلاتة تنزل تحت. طب ومين اللي في فردة المقص التانية؟ ال 1200 والاتنين، يبقى فوق هنضرب ال 1200 في 2. فعندك 1200 في 2 بيدينا 2400، وعندك تحت 3. عندك 2400 لما تقسمها على التلاتة تطلع بتساوي 800 جنيه، وهو ده نصيب الشخص الأول. بنفس الطريقة بالظبط أعرف أجيب نصيب الشخص التاني اللي هو الواي. هعمل إيه؟ كل الفكرة اللي أنا هعملها أمسك دلوقتي الشخص التاني. ادي الشخص التاني مثلا الاجزاء بتاعته هي جزء واحد بس، ايوه، والرمز بتاعه ايه؟ الواي. وخانة المجموع زي ما هي التلاتة وال1200، ودول اللي انا هعمل معاهم بقى هنا المقص. هعمل مقص كده اهو. فلما هعمل مقص الواي قصادها 3 يبقى التلاتة تنزل تحت، واللي هيتضربوا في بعض فوق ال1200 في الواحد زي خاصية الضرب التبادلي بتاعة التناسب بالظبط. 1200 في واحد ب 1200، وهنقسم على التلاتة 1200 على التلاتة فيها 400 جنيه. يبقى كده نصيب الشخص التاني 400 جنيه. طرق الحل كتيرة في التقسيم التناسبي، فياريت في كل مسألة تختار الطريقة الأسهل ليك أو اللي أنت شايفها سهل. تعال نشوف مسألة كمان. المسألة اللي بعد كده بيقول لي إذا أراد رجل توزيع مبلغ 3600 جنيه على شخصين بنسبة 7:3، فكم يكون نصيب كل منهما؟ مسألة برضو بسيطة جدا. تعالى كده نحلها مع بعض بالطريقتين. أول طريقة، مش أنا هوزع بنسبة 7:3، يبقى أقدر أحسب دلوقتي عدد الأجزاء. هقول له عدد الأجزاء هيساوي كام؟ هيساوي ال7 أجزاء بتوع الأول زائد ال3 أجزاء بتوع التاني، يبقى عدد الأجزاء 10 إيه؟ 10 أجزاء. طب بعد كده بعد ما عرفت عدد الأجزاء أجيب قيمة الجزء الواحد منهم بكام؟ طب قيمة الجزء بتساوي إيه؟ بتساوي المبلغ اللي هيتوزع عليهم على عدد الأجزاء بتاعتهم. المبلغ اللي هيتوزع 3600 وعدد الأجزاء 10، ف 3600 على 10 تدينا 360 جنيه. ده قيمة الجزء الواحد. طب كده أعرف أحسب نصيب الشخص الأول. هقول له نصيب الشخص الأول كام؟ مش الشخص الأولاني في النسبة هنا عدد أجزائه 7، يبقى أقول له ال7 أجزاء في قيمة الجزء اللي هي 360. فعندك ال7 لما تضربها في 360 على الآلة عادي جدا
هتطلع لك بتساوي 2520. يبقى نصيب الشخص الأول 2520 جنيه. طب لو أنا عايز أجيب دلوقتي نصيب الشخص الثاني بقى، نصيب الشخص التاني 3 أجزاء، هقول له 3 فيه قيمة الجزء اللي هي 360. طب 3 في 360 تطلع لك بتساوي 1080 جنيه. يبقى كده نصيب الشخص التاني طلع 1080 جنيه. يبقى دي كده كانت أول طريقة حل معايا. طب الطريقة التانية بقى، الطريقة بتاعت السطور بتاعت النسب. يلا كده احنا بنكون 3 سطور في النسب. أول سطر سطر الأسماء. أنا معايا دلوقتي شخصين، نسمي مثلا الأول إلى الثاني، ومعايا المبلغ اللي هيتوزع عليهم، فالمبلغ ده بسميه مثلا المجموع، ده مجموع الفلوس اللي هتبقى معاهم هما الاتنين بعد التوزيع. طيب بعد كده عندك النسبة بينهم، ده كده سطر الأسماء. نخش على سطر النسب. النسبة بين الأول إلى التاني 7 إلى 3. طب كده مجموع النسب كام؟ 7 زائد 3 10. يبقى كده مجموع النسبتين دول كده كام؟ 10، اللي هو مجموع الأجزاء. طب بعد كده القيم الحقيقية بقى، هل انا عارف الشخص الاول هياخد كام؟ لا ما اعرفش، سميها اكس. هل انا عارف الشخص التاني هياخد كام؟ برضو ما اعرفش، تعالى نسميها واي. طب هل انا عارف مجموع الفلوس اللي هتتوزع عليهم؟ احنا هنوزع عليهم 3600 جنيه. طب كده انا معايا خلاص، كده انا كونت الثلاث سطور بتوعي، ابدا اشتغل على طول بخاصيه ايه؟ الضرب التبادلي. دلوقتي علشان خاطر اعرف اكس وعشان خاطر اعرف واي، هعمل ايه عشان خاطر اعرف اكس؟ ايوه، هنعمل كده مقص. هدي الاكس اهي، فهعمل مقص كده منها ايه؟ هي والقيمه اللي فوقيها اللي هي بتاعه نصيب الشخص الاول اللي احنا سميناه اكس. دلوقتي لما انا عملت المقص الاكس قصادها 10، يبقى هنكتب تحت كده في المقام 10. والعددين اللي قصاد بعض في المقص اللي هم السبعة وال 3600، يبقى السبعة في 3600. لما تحسبها على طول 7 في 3600 على 10 هتطلع لك 2520 جنيه. احسب على الآلة عادي جدا. طب الواي اللي هي نصيب الشخص التاني بنفس الطريقة. أنا عندي دلوقتي أهي هعمل مقص، بس المرة دي عند الإيه؟ الجزئية بتاعت نصيب الشخص التاني ده، فهعمل مقص كده أهو. عندك الواي قصادها 10، يبقى هنكتب تحت 10. والعددين اللي قصاد بعض التلاتة وال 3600، يبقى 3600 في 3. تحسبها برضو على الآلة هتطلع لك 1080 جنيه. مسألة فكرتها بسيطة جدا، يا ريت الناس تتدرب بقى عليها. ويلا بقى خد مسألة لوحدك، ثبت الفيديو، حل المسألة، وبعد ما تخلص حل المسألة شوف الايه الفيديو. اهي المسألة دي قدامك. بيقول لي قسم مبلغ 108 جنيهات بين 3 أشخاص بنسبة 2 إلى 3 إلى 4. المرة دي هم 3 أشخاص عادي جدا، ما يهمنيش. دول الثلاث أجزاء اللي أنا هجمعهم. أوجد نصيب كل منهم. سيبك أنت بقى تحل المسألة دي لوحدك، وبعد ما تحلها شوف الحل بتاعك. قطعة أرض مقسمة بين أخين بنسبة 3 إلى 5. فإذا كان نصيب الأخ الأكبر يزيد خد بالك من كلمة يزيد عن نصيب الأخ الأصغر 20 مترا مربعا، فأوجد نصيب كل منهما ومساحة الأرض. طيب المثال ده مثال جميل قوي ومهم جدا، وتعالى ركز معايا كده عشان نفهمه. أولا أنا دلوقتي مديلك نسبة التقسيم اللي هي 3 إلى 5. هل انا مديك الارض اللي انا هقسمها بينهم مساحتها قد كده؟ لا، انا ما اديتلكش مساحه الارض كلها كام، ولكن انا بقول لك ان نصيب الاخ الكبير اكبر بيزيد، يعني يزيد عنه، يعني اكتر منه، اكتر من نصيب الاخ الصغير بمقدار 20 متر مربع. عاوزك تجيب نصيب كل منهم. طب تعالى كده هشرح لك كده مثال بسيط يفهمك الموضوع ده اكتر. لو انا دلوقتي قلت لك انت معاك 50 جنيه، واخوك الاصغر منك معاه مثلا 30 جنيه، مش انت كده معاك اكتر من اللي مع اخوك 20 جنيه؟ يعني انت بتزيد عن اللي مع اخوك 20 جنيه. طب بص كده في حكاية تزيد دي، مش كده لو انا مسكت اللي معاك نقصت منه اللي مع اخوك هيديني 20 جنيه؟ يبقى المسألة دي مسألة طرح او فرق. الطرح عندنا اسمه فرق. يبقى لو لقيت كلمة يزيد عن أو كلمة أكبر من أو كلمة أصغر من، تعرف على طول إن المسألة دي مسألة فرق. طب يا مستر أنا مسألة الفرق هحلها إزاي؟ أسهل طريقة حل ليها إن أنا أحلها بسطور النسب. بكل بساطة أنا عندي دلوقتي الأخين، الأخ الأصغر والأخ الأكبر. دلوقتي هما النسبة بينهم 3 إلى 5. تعالى بس أكتبها في السطر اللي تحت، أدي هنا 3 إلى إيه؟ إلى 5. مش أنا بقول لك إن نصيب الأخ الكبير بيزيد عن نصيب الأخ الصغير. فأنا دلوقتي التلاتة والخمسة، مش كده تبقى الكبيرة بتاعت الكبير لأن الأخ الكبير عنده نصيب أكتر؟
يبقى انا لو هكتب الاسامي ممكن اكتب هنا الاخ الاصغر واكتب هنا الاخ الايه الاكبر. طيب بعد كده، هل انا معايا مجموع قطعة الارض اللي هتتقسم بينهم؟ لا، امال انا معايا ايه؟ انا معايا الطرح، معايا الفرق بين قطعتين الارض. انا بقول لك ان الاكبر نصيبه بيزيد عن نصيب الاصغر 20 متر، يعني لما اطرح ارضهم من بعض يديني 20 متر، يبقى انا هنا هعمل خانة كمان لمين؟ للفرق. وكده يبقى الفرق بينهم فرق النسب الأول. دلوقتي الكبير نسبته 5 والصغير نسبته 3. لو طرحت النسب 5 شيل منها 3 تبقى 2. يبقى أنا كتبت خلاص سطر الأسماء وكتبت كمان سطر النسب. أبدأ أكتب السطر بتاع القيم الحقيقية. هل أنا عارف الأخ الصغير نصيبه قد إيه؟ معرفش، سميتها إكس. هل أنا عارف الأخ الكبير نصيبه قد إيه؟ معرفش، سميتها واي. طب هل أنا عارف الفرق بينهم؟ هل أنا عارف مين عنده أرض أكتر من التاني مثلا؟ أنا عارف إن الكبير عنده أرض أكبر من الأخ الصغير بمقدار 20 متر، يبقى الفرق بين أرضهم 20 متر. ومن هنا هقدر أجيب نصيب الأخ الأصغر ونصيب الأخ الأكبر بكل سهولة. إزاي؟ عن طريق خاصية الضرب التبادلي. عشان أجيب نصيب الأخ الأصغر هعمل المقص كده عادي جدا أهو، فيبقى معايا نصيب الأخ الأصغر اللي هو الإكس. دلوقتي الإكس قصادها 2 يبقى 2 تتكتب تحت، وفوق ال20 في 3، 20 في 3. طبعا 20 في 3 ب60، 60 على الاتنين فيها 30 مترا مربعا. طيب جميل جدا. طب كده يبقى نصيب الأخ الكبير قد إيه؟ أنا ممكن أحلها بطريقتين. مش الأخ الكبير عنده أرض أكبر من الأخ الصغير بمقدار 20 متر، فأنا همسك أرض الصغير اللي هم ال 30 متر دول أزود عليهم 20، 30 و20 تبقى 50 متر. أو أكمل حلها برضو بالتناسب هنا عادي جدا، خاصية الضرب التبادلي. هقول له إيه؟ نصيب الأخ الأكبر اللي أنا رمزت له بالرمز واي قصاده 2 يبقى الاتنين تتكتب تحت، واللي هيتضربوا في بعض فوق هما ال20 في الخمسة. 20 في 5 ب100، 100 على الاتنين فيها 50 مترا مربعا. كده انا جبت نصيب كل واحد. طب مش انا كده خلاص اعرف اجيب مساحة الارض؟ طب ازاي؟ مش الصغير خد 30 متر والكبير خد 50 متر، يبقى الارض كلها كانت في الاساس ال 30 وال 50 دول يعني 80 متر. يبقى اقول له كده ان مساحة قطعة الارض تساوي 30 زائد 50 تساوي 80 مترا مربعا. دي كده مساحة قطعة الأرض. مسألة جميلة جدا، يا ريت الناس تحلها تاني، تحاول تحلها تاني لوحدها عشان تثبت في دماغها. المسألة اللي بعدها هي مسألة فرق برضو. بيقول لي إذا كانت النسبة بين ما مع أحمد وأدهم هي 5-7 والفرق بينهما 700 جنيه. بص كده، فرق الفلوس بينهم 700 جنيه، مش الفرق ده بيبقى الطرح؟ طبعا الفرق بينهم 700 جنيه، يعني الكبير عنده اكتر من الصغير ب 700 جنيه. يبقى عادي جدا مسألة طرح برضو. يقول لي احسب ما مع كل منهما، عايز اعرف كل واحد نصيبه كام. بنفس فكرة المسألة التانية. دلوقتي انا هعمل ايه؟ دلوقتي النسبة بين اللي مع مين؟ احمد وادهم. مش انا قلت احمد الاول بعد كده قلت ادهم؟ ده بالعربي من اليمين للشمال، يبقى ده الاولاني وده التاني. فلما اجي اعملها بسطور النسب واكتب النسب انا بكتبها من الشمال لليمين. اكتب هنا الاول احمد الى ادهم، بعد كده دي مسألة طرح يبقى هكتب هنا الفرق. طيب انا دلوقتي النسبة بينهم كام؟ قال لي النسبة هي 5-7، واحنا قلنا هنا الحد الاول بيبقى الخمسة بتاعت اول شخص اللي هو احمد، والحد التاني السبعة بتاع تاني شخص اللي هو مين؟ ادهم. طيب الفرق بين النسب لما اطرحهم 7 نقص منها 5 تدينا 2، يبقى الفرق بينهم كام؟ الفرق بينهم 2. انا ما اعرفش احمد معاه قد ايه، هسميها اكس، وما اعرفش ادهم معاه قد ايه فهنسميها واي. طب فرق الفلوس بينهم، الفرق بينهم قلنا 700 جنيه، يبقى الفرق بينهم كده هنقول كام؟ 700. طيب جميل كده. انا بنفس الطريقه بتاعت حل التناسب اعرف على طول اعمل هنا كده مقص عشان اجيب اللي ما مع احمد نصيب احمد. هقول له ما مع احمد يساوي، شد شرطة كسر، الاكس اللي مع احمد قصادها 2 فالاتنين تتكتب تحت، واللي هيتضربوا في بعض فوق هما ال700 في الخمسة. طبعا 700 في 5 ب 3500، لما اقسمها على الاتنين تديني 1750 جنيه. يبقى ده النصيب بتاع الفلوس اللي مع مين؟ اللي ما مع احمد. طب عايز اجيب بقى اللي ما مع ادهم. اللي مع ادهم بنفس فكرة حل التناسب، هنعمل مقص المرة دي على مين؟ على ادهم وعلى الفرق بينهم. دلوقتي الرمز اللي بيعبر عن فلوس ادهم اللي هو الواي قصاده 2 يبقى الاتنين تحت،
وفوق هنلاقي 700 في 7. 700 في 7 ب4900 على الاتنين تدينا 2450 جنيه. 2450 جنيه. يبقى كده اللي مع أدهم 2450 واللي مع أحمد 1750 جنيه. مسألة بسيطة جدا وجميلة أوي. خد انت بقى المسألة دي حلها لوحدك، وبعد ما تحلها يعني وقف الفيديو حل المسألة، بعد كده ارجع شوف الحل بتاعك. بين ثلاثة أشخاص بنسبة 4:2:1، بحيث بص كده معايا، بحيث يكون نصيب الأول يزيد عن مين؟ يزيد عن نصيب الثالث بمقدار 900 جنيه. الأول مع أكتر من الثالث بمقدار 900 جنيه. اوجد نصيب كل منهم. ركز كده معايا بقى، وركز كويس أوي في المسألة دي عشان مهمة جدا. أنا دلوقتي هحلها بنفس طريقة سطور النسب. فأنا معايا 3 أشخاص، أسمي الأول إلى الثاني إلى الثالث. وهنا أنا بقول لك في يزيد عن أهو، يعني دي مسألة فرق، يبقى إلى الفرق. طب ركز كده معايا، الأنصبة الأول 4 أجزاء والتاني جزئين والتالت جزء، والفرق هو الفرق هنا ال 900 جنيه دول فرق بتاع مين ومين بقى؟ بيقول لك نصيب الأول بيزيد عن نصيب مين؟ الثالث. نصيب الأول أكتر من نصيب التالت، يعني أنا مسكت الفلوس اللي مع الأولاني نقصت منها الفلوس اللي مع التالت. يبقى أنا لما هطرح النسب في السطور بتاع النسب ده، أنا مش هقول 4 ناقص 2 ناقص 1، لأ، أنا هطرح الفلوس اللي مع الأول أو نسبة الأول ونسبة التالت، هما اللي هيطرحوا، لأن أنا بقول لك ال 900 جنيه ده فرق مين ومين؟ ال 900 جنيه ده الزيادة اللي في نصيب الأول عن نصيب التالت. يبقى أطرح الأول من التالت 4، أشيل منها 1 تبقى 3. يبقى الفرق اللي معايا اللي هو ال 900 جنيه اللي هو فرق بين نصيب الأول والتالت، فالأول أنقص منه التالت فقط لا غير زي ما هو قال لي في المسألة. بعد كده الأولاني معرفش هياخد كام، أسميها إكس، والتاني تعالى نسميها واي، والتالت نسميها زد، ونحل عادي جدا بطريقة التناسب. هاجي دلوقتي عشان أعرف نصيب الشخص الأول. فعندك نصيب الشخص الأول أهو، الإكس اللي بتعبر عنه قصادها 3، يبقى هنكتب تحت 3، والعددين اللي هيتضربوا فوق اللي هم ال 900 في 4. 900 في 4 ب 3600 على التلاتة تدينا 1200 جنيه. ده نصيب الشخص الأول. طب تعالى كده نشوف نصيب الشخص التاني. عندك الشخص التاني أهو، الشخص التاني الرمز اللي بيعبر عنه اللي هو الواي قصادها 3، يبقى التلاتة تحت وفوق ال 900 في 2. 900 في 2 ب 1800 على التلاتة فيها 600 جنيه. ده نصيب الشخص التاني. طب عايزين نشوف نصيب الشخص التالت. هي بقى النسبة اللي باقية عادي جدا اللي هي بيعبر عنها الزد قصادها 3، يبقى التلاتة تتكتب تحت، والعددين اللي هيتضربوا في بعض هما ال 900 في 1 ب 900. 900 على التلاتة فيها 300 جنيه. كده جبت نصيب كل واحد منهم بكل سهولة. مسألة جميلة جدا، يا ريت تحاول تحلها تاني لوحدك عشان خاطر تتأكد إن هي ثبتت في دماغك. المثال اللي بعد كده معايا بيقول لي يتقاضى عمر أجرا ضعف ما يتقاضاه خالد. واحد اسمه عمر بياخد ضعف، يعني قد مرتين اللي بيتقاضى واحد اسمه خالد. إذا كان مجموع أجريهما 36,000 فما أجر كل واحد منهما؟ بالراحة كده واحدة واحدة. أنا معايا شخصين، واحد بياخد ضعف التاني، فمثلا لو واحد بياخد جنيه التاني بياخد ضعفه، يعني بياخد 2 جنيه. فأنا دلوقتي لو أنا قلت مين الصغير هو عمر، بياخد أجر ضعف اللي بيتقاضى خالد قده مرتين، يبقى خالد ده الصغير. تعال نسمي مثلا أدي هنا هعمل نسبة بينهم، أدي خالد إلى عمر. عمر بياخد قد خالد مرتين، فبص كده النسبة هكونها ازاي. لو خالد بياخد جنيه عمر قصاده بياخد كام؟ بياخد 2 جنيه. في أي مشكلة؟ أنا كده قدرت أجيب النسبة بينهم. لو لقيت دايما حد أجره ضعف أجر التاني، يبقى اللي بياخد الضعف ده اديله النسبة 2، والقليل اديله اديله 1. يبقى كده النسبة بين خالد وعمر 1:2. أنا دلوقتي معايا معايا مجموع أجرهم 36,000، يبقى هعمل خانة جديدة للمجموع. هجمع دلوقتي الأجزاء، هنا 1 و2 يبقى 3، وعندي هنا مجموع الأجر بتاعهم 36,000، يبقى هنا معايا 36,000. ده مجموع الأجرين.
طب انا عايز اعرف ده بياخد كام وده بياخد كام، حطيت لها رموز عادي جدا. وهاجي هنا هقول له اجر خالد يساوي اجر خالد هيبقى كام. ايوه هعمل الاكس عادي جدا كده بتاعت التناسب. عندي هنا الاكس قصادها 3 يبقى تحت 3 وفوق ال36,000 في 1 هتدينا 12,000 جنيه. يبقى ده أجر خالد. طب تعالى كده بقى نشوف دلوقتي أجر عمر. نفس الكلام برضو زي بتاعة التناسب برضو. دلوقتي عمر الرمز اللي بيعبر عنه الواي قصاده 3 يبقى ال3 تحت وفوق ال36,000 في 2 هتطلع معاك 24,000 جنيه. يبقى كده عرفت أجر كل واحد فيهم. مسألة بسيطة جدا وجميلة جدا جدا. المسألة اللي بعدها بتقول لي عددان النسبة بينهما 2 إلى 5 فإذا كان العدد الأصغر 48 فما هو العدد الأكبر. المسألة دي بسيطة جدا. أنا دلوقتي عددين النسبة بينهم 2 إلى 5. طبعا اللي نسبته صغيرة ده الأصغر والخمسة ده اللي هو نسبته كبيرة ده الإيه؟ ده الأكبر. فهم مترتبين الصغير بعدين الكبير، فأنا أقدر أقول الأصغر إلى الأكبر نسبتهم 2 إلى كام؟ إلى 5. طب هل هو مديك المجموع بتاع العددين؟ لا، أمال عمل إيه؟ ادالك العدد الصغير فيهم 48. قال لك العدد الصغير ده 48. الله، ده هنا في نسبة من النسبتين معلومة. يبقى أنا كده أقول له إن ال 48 اللي هي بتاعة الأصغر دي هكتبها تحت الأصغر، يبقى هكتب ال 48 دي تحت إيه؟ تحت نصيب الأصغر. طب عاوز أعرف كده نصيب الأكبر كام؟ أسميها إكس مثلا وهعمل برضو المقص زي مسائل التناسب بالظبط. فهقول له كده نصيب الأكبر، أو هقول له العدد الأكبر بقى عشان دول أعداد. هقول له العدد الأكبر يساوي العدد الأكبر حطينا عنده إكس قصادها 2 في المقص يبقى 2 تحت وفوق هنضرب الخمسة في ال48 تطلع الإجابة كده 120. يبقى كده العدد الأكبر هو 120. مسألة جميلة جدا جدا جدا. المثال اللي بعد كده معايا بيقول لي اشترك 3 أشخاص في مشروع تجاري. دفع الأول 250,000 جنيه والثاني 200,000 جنيه والثالث 300,000 جنيه. وفي نهاية العام بلغ ربح المشروع المبلغ اللي كسبوه اللي هو هيتوزع عليهم كلهم، ربح المشروع كله 150,000 جنيه. احسب نصيب كل منهم من الربح. عاوز أعرف كل واحد منهم كده الأرباح بتاعته هتبقى قد إيه. طيب بص كده، دي معلومة ليك. انت دلوقتي لما كذا شخص بيشترك في مشروع، مثلا واحد دفع نص الفلوس والاتنين التانيين كل واحد دفع الربع مثلا، فواحد دفع نص الفلوس والاتنين التانيين كل واحد دفع الربع. لما بيكسبوا الفلوس اللي بيكسبوها بتتوزع عليهم بنفس النسبة بتاعة الاشتراك اللي هم اشتركوا بيه. فاللي دفع نص الفلوس ياخد نص الأرباح، والاتنين اللي دفعوا كل واحد دفع الربع وكل واحد ياخد ربع الايه؟ الأرباح. فواحد الربع وواحد ربع وواحد نص وهكذا. فأنا دلوقتي عندي الثلاث أشخاص النسبة اللي هم دفعوا بيها الفلوس هي النسبة اللي أنا هقسم عليهم الأرباح بيها. فدلوقتي أنا محتاج أكون النسبة دي. أنا معايا 3 أشخاص اشتركوا في مشروع، تعالى كده نسميهم أدي الأول إلى الثاني إلى الثالث. أول واحد دفع كام؟ الأولاني دفع 250,000، طبعا كل ده بال1000 جنيه فإيه مش هنزود التلات أصفار. والتاني دفع 200,000. طيب والتالت دفع 300,000. جميل جدا. طيب مش أنا معايا الربح بتاع المشروع كله 150,000، ده اللي هيتوزع عليهم كلهم، يعني ده مجموع الفلوس اللي هتتوزع عليهم. وبالتالي أنا محتاج أعمل كمان خانة بتاعة المجموع. الأول هجمع النسب بتاعتهم، فهنجمع ال 250 زائد ال 200 زائد ال 300 اللي هي المبالغ اللي هم دفعوها كلها في المشروع، فهتطلع 750,000 جنيه. طيب إجمالي الفلوس اللي هتتوزع عليهم اللي هي الأرباح، مش هم الأرباح بتاعتهم كسبوا 150,000 جنيه؟ يبقى الأرباح اللي كسبوها 150,000 جنيه هتتوزع عليهم هم التلاتة. طبعا عشان أعرف نصيب الأول أسميه إكس مثلا، وده واي وده زد، أو A وB وC عادي جدا مش هتفرق. أنا دلوقتي عشان خاطر أبدأ أعرف نصيب كل واحد منهم من الأرباح نفس الطريقة أعمل الإيه؟ المقص. فمثلا علشان أجيب نصيب الأول من الأرباح هنعمل إيه؟ نعمل بطريقة التناسب، خاصية الضرب التبادلي. الأول الرمز بتاعه إكس قصاد الإكس ال750 يبقى تحت ال750،
واللي هيتضربوا في بعض فوق هما ال150 في ال250. آلتك الجميلة وهتحسب عادي جدا. تطلع معاك تساوي 50,000 جنيه. يبقى كده نصيب الأول 50,000 جنيه. نفس الكلام أجيب نصيب مين؟ أجيب نصيب الشخص التاني من الأرباح. طب نصيب التاني هعمل معاه برضو خاصية الضرب التبادلي مع المجموع. فدلوقتي الشخص التاني الرمز اللي هو واي قصاده في خانة المجموع ال750، يبقى تحت ال750 وفوق هنضرب ال150 في 200. على الآلة الحاسبة بتاعتك يطلع نصيبه 40,000 جنيه. يبقى نصيب التاني 40,000 جنيه. وبنفس الطريقة أشوف نصيب الشخص الثالث. نصيب الشخص التالت أهو بقى، هتعامل معاه برضو هنا كده، هعمل مقص. فهيبقى معاك الزد قصادها 750 تحت، وفوق هنضرب ال150 في ال300. على الآلة تديلك 60، يبقى نصيبه 60,000 جنيه. كده عرفت نصيب كل واحد منهم من الأرباح. مسألة فكرتها جميلة جدا جدا جدا. المسألة اللي بعدها بيقول لي اشترك 3 أشخاص في مشروع تجاري برأس مال 500,000 جنيه. رأس المال اللي هم كلهم دفعوه مع بعض كان 500,000 جنيه. الأول دفع 200,000 جنيه، ودفع التاني 120,000 جنيه، ودفع الثالث الباقي. التالت دفع باقي الفلوس. طب ما تيجي نعرف الأول كده التالت دفع كام؟ تعالى كده نشوف ما دفعه الثالث. دلوقتي رأس المال اللي هم دخلوا بيه كلهم مع بعض كان 500,000 جنيه، ناقص أنقص منه كام؟ الأولاني دفع 200,000 والتاني دفع 120,000. 200,000 زائد 120,000 يدينا 320,000. يبقى الأول والتاني مع بعض دفعوا 320,000 جنيه، والتالت دفع الباقي. مش كده ال500,000 لما أشيل منهم اللي دفعوا الأول والتاني اللي هم 320,000 أجيب نصيب التالت اللي هيطلع 180,000 جنيه. يبقى كده التالت دفع 180,000 جنيه. طيب بيقول لي في نهاية العام بلغ ربح مين؟ ربح الأولاني كسب 60,000 جنيه. دي مسألة نسبة معلومة. أنا عارف الأول كسب كام. عايز أحسب ربح التاني والتالت، خلاص أشتغل عادي جدا بإيه؟ أسطور النسب. هقول له آدي الأول إلى الثاني إلى الثالث. النسبة اللي هم دخلوا بيها، الأول دفع 200,000، شيل التلات أصفار بتوع الألف وخليك فاكر إن هي بالألف. والتاني دفع 120,000، والتالت دفع جبناها اهو 180,000. طب بعد كده تالت سطر بتاع القيم الحقيقية، أنا معايا مين؟ أنا معايا ربح الأول 60,000، شيل التلات أصفار برضو بتوع الألف. عايز أعرف ربح التاني كام وربح التالت كام، بنفس الطريقة بتاعة الضرب التبادلي بتاع درس التناسب. دلوقتي عشان أعرف ربح أنا مش عايز الأول بقى، أنا عايز ربح التاني والتالت على طول. دلوقتي بقى أنا عايز أعرف ربح التاني وربح التالت. بص بقى كويس، أنا كنت بعمل مقص، بس خد بالك وأنا بعمل مقص باخد حاجة من الحاجات اللي أنا عاوزها، مثلا التاني ده أو التالت ده، مع نسبة كاملة معلومة. نسبة معلومة إزاي؟ عارف نسبتها وعارف الحقيقي منها. فهنا الأول أنا عارف نسبته وعارف الحقيقي منه، نسبته 200 والحقيقي منه كام؟ والحقيقي منه 60. فأنا عشان معايا دي نسبة كاملة، فلما أجي أعمل مقص هعمل مقص معاها هي. يعني عشان أعرف نصيب التاني هعمل مقص بالأسلوب ده. ليه؟ عشان الأول أنا عارف العددين بتوعه، التاني عارف النسبة بس مش عارف الربح، مش عارف الربح بتاعه قد إيه. فبالتالي هعمل المقص هنا مع إيه؟ مع الأول اللي أنا عارف كل المعلومات عنه. فهاجي هنا لما أجي أجيب ربح الثاني، هقول له ربح التاني ده بيساوي كام؟ أيوه، الإكس اللي بتعبر عن التاني قصادها 200، يبقى ال 200 تحت، ومين هيتضربوا في بعض فوق؟ ال 120 في ال 60، واحسبها. طبعا لو انت هتشتغل بقى بالاختصار، عندك الصفر يطير مع صفر، وكمان صفر يطير مع صفر، وهتضرب ال 12 في 6 والناتج تقسمه على الاتنين، هتطلع معاك 36. ربح التاني 36 مين؟ كل ده بال1000 جنيه، يبقى 36,000 جنيه ده ربح التاني. ونفس الكلام لو عايز اجيب ربح الثالث، هعمل برضو نسبة وبرضو مع مين؟ مع الأولاني. يبقى ربح التالت هعمل معاه مقص بالأسلوب ده. عندك التالت رمزه واي قصاده 200، يبقى ال 200 تحت، وفوق هنضرب ال 180 في ال 60. برضو ممكن بطريقة الاختصار، صفر مع صفر وصفر مع صفر، و18 في 6 تقسمها على الاتنين تطلع لك 54,000 جنيه. يبقى كده ربح التاني 36,000 جنيه وربح التالت 54,000 جنيه.
اخر مسائل معانا النهارده هي مسائل الميراث. معايا مسألتين عن الميراث، تعالى كده نشوفهم مع بعض. اول مثال معايا بيقول لي: توفي رجل وترك ميراثا قدره 600 ألف جنيه. شخص اتوفى وترك الثروة بتاعته اللي سابها لأولاده ولزوجته وكده 600 ألف جنيه. طب سابهم لمين؟ بص كده، سابهم عن مين؟ عن زوجة، ليه زوجة وولدين وبنت. في زوجة وفي ولدين وفي بنت. فإذا كان نصيب الزوجة تمن المبلغ، بص الزوجة هتاخد تمن تمن المبلغ. ونصيب البنت نصيبها نصف نصيب الولد، هتاخد نص اللي الولد هياخده. عاوز اوجد نصيب كل من الزوجة والبنت والولد. عايز اعرف الزوجة هتاخد قد ايه والبنت قد ايه والولد قد ايه. طيب بالراحة كده، واحدة واحدة. اولا، هو ساب 600 الف جنيه. مش الزوجة هتاخد تمن المبلغ؟ ملهاش دعوة كده بالولاد والبنات، هي اصلا هتاخد التمن. طب ما تيجي ندي الزوجة التمن بتاعها ونشوف باقي الفلوس بقى نبدأ نوزعه على الولدين وعلى البنت. بالراحة كده. انا دلوقتي اول حاجة هجيبها هي نصيب الزوجة. الزوجة هتاخد تمن المبلغ. بص، تمن المبلغ عشان تعرف ده بقد ايه هتمسك التمن ده تضربه في المبلغ. لو هتاخد تمن المبلغ يبقى تمن في المبلغ، لو قال لك هتاخد ربع المبلغ يبقى ربع في المبلغ، خمس المبلغ يبقى خمس في المبلغ، وهكذا. هتاخد تمن المبلغ يبقى تمن في المبلغ اللي هو 600 ألف جنيه. تقوم ضارب التمن في ال 600 ألف على الآلة بتاعتك، تكتب 1/8 في ال 600 ألف عادي جدا. هيطلع نصيب الزوجة 75 ألف جنيه. بص كده، لما تضرب على الآلة تمن في 600 ألف يطلع الزوجة نصيبها 75 ألف جنيه. طيب مش أنا عرفت إن الزوجة هتاخد نصيبها 75 ألف جنيه؟ طب ما تيجي من ال 600 ألف ننقص منهم ال 75 ألف والباقي بقى نبدأ نوزعه على الولدين وعلى البنت. بالراحة كده أهو. هقول له إيه؟ هقول له باقي التركة أو الميراث. باقي التركة بتاعته أو الميراث بتاعه قد إيه؟ هقول ال 600 ألف أنقص منهم ال 75 ألف، تطلع لك 525 ألف جنيه. يبقى باقي المبلغ اللي معاهم 525 ألف جنيه. طب ده هيتوزع على مين؟ بص كده، هيتوزع على الولدين والبنت. الولدين والبنت. وانا بقول لك ان نصيب البنت نص نصيب الولد. مش كده؟ لو الولد خد 2 جنيه يبقى البنت تاخد جنيه. هي بتاخد نص اللي الولد هياخده. فانا لو عايز اكون نسبة بينهم، بص كده، هما ولدين، اكتب اهو مثلا الولد الاول، مثلا او الولد الاول الى الولد الثاني الى البنت. دول الولدين، الولد الاول الى الولد الثاني الى البنت مثلا. طيب بعد كده ركز كده معايا، الولدين كل ولد بياخد قد البنت مرتين عشان البنت بتاخد نصه. فالولد الاولاني لو خد 2 جنيه الولد التاني هياخد زيه 2 جنيه والبنت بتاخد نص نصيب الولد، يعني بتاخد جنيه. كده انا قدرت اكون خلاص النسبة ما بينهم. طب مش انا معايا مجموع الفلوس اللي هيتوزع عليهم؟ يبقى ازود خانة لمين؟ خانة للمجموع. طيب الاول اجمع النسب، 2 و2 و1 يديني 5. ومجموع الفلوس اللي هتتوزع عليهم جبناها 525 ألف جنيه. فكده عشان أعرف نصيب الولد كام سميه مثلا إكس، ونصيب البنت أو نصيب البنت سميها إكس، ونصيب أي ولد منهم نسميه مثلا واي. لأن كده كده نصيب الولدين هياخدوا قد بعض. فعادي أسمي ده واي وده واي لأن هما كده كده هياخدوا قد بعض. وأبدأ أحل عادي جدا بالطريقة بتاعة درس التناسب. فدلوقتي عشان أجيب نصيب البنت هقول له نصيب البنت بيساوي كام؟ ايوه، الاكس اللي بتعبر عن نصيب البنت قصادها 5، يبقى تحت كده 5. وفوق هنضرب ال 525 ألف في 1، تطلع لك ب 105 ألف جنيه. يبقى البنت هتاخد 105 ألف جنيه. طب عايز أجيب نصيب الولد بنفس الطريقة بقى، تقدر تحلها أنت بقى. تجيب نصيب الولد اللي هي هتقسم تحت برضو على 5 وتضرب 2 في 525 ألف، فهتطلع معاك نصيب الولد. نصيب الولد هيطلع معاك قد البنت مرتين، تطلع 210 ألف جنيه. ده هيبقى مين؟ هيبقى نصيب الولد. مسألة جميلة جدا وأفكارها يعني أفكار مسائل الميراث يا ريت نركز فيها، عشان خاطر هي اللي طلبة كتير بشوفها بتتلخبط فيها. لا، واحدة واحدة. لو في حد هياخد جزء معين من التركة اديهوله الأول، حد هياخد تمنة أو نص أو ربع اديهوله، وباقي الفلوس تبدأ توزعها، تبدأ تكون نسبة وتوزع عادي جدا. دي بقى آخر مسألة معانا، مسألة ميراث برضو.
وشبه المسألة اللي فاتت بالظبط، يعني لو يا ريت كده ورقتك وقلمك وتوقف الفيديو وتحلها لوحدك الأول، بعد كده تتابع الحل معايا. يقول لي هنا توفى رجل وترك ميراث قدره 150 ألف جنيه برضو عن زوجة وولدين وبنت. فإذا كان نصيب زوجته تمن المبلغ، هي هتاخد التمن هنديه لها الأول طبعا، ويوزع الباقي على ولديه الاثنين وبنته الوحيدة. الباقي يتوزع على الولدين والبنت. فكم يكون نصيب البنت ونصيب الولد، علما بأن نصيب الولد إلى نصيب البنت 2 إلى 1. الولد إلى البنت، قال لك الولد الأول وبعد كده قال لك الإيه البنت. 2 إلى 1 يبقى الولد جزئين والبنت جزء، يعني الولد قد البنت مرتين زي المسألة اللي فاتت بالظبط. فتعالى أول حاجة نجيب نصيب مين؟ نجيب نصيب الزوجة. هقول له نصيب الزوجة بيساوي، مش هي هتاخد تمن المبلغ، يبقى هقول له تمن في المبلغ، يبقى تمن في المبلغ اللي هو 150 ألف جنيه. تجيب تمن ال 150 ألف جنيه، هيطلع نصيب الزوجة معاك 18750 جنيه. لما تجيبه على الآلة يطلع 18750 جنيه. طب أنا كده عرفت نصيب الزوجة. تعالى كده نجيب باقي الميراث أو باقي التركة. لما ندي للزوجة ال 18750 جنيه، هنمسك ال 150 ألف ننقص منهم ال 18750 ونشوف كده الباقي كام. هتلاقي الباقي معاك 131250 جنيه. ده كده باقي الميراث، ده المبلغ اللي هيتوزع على الولدين وعلى البنت. نفس الطريقة اللي فاتت. دلوقتي أنا معايا ولدين، هعمل النسبة بينهم. مثلا ده الولد الأول إلى الولد الثاني إلى البنت. فدلوقتي الولدين كل ولد بياخد جزئين والبنت بتاخد جزء واحد، لأن قال لك نصيب الولد إلى البنت 2 إلى 1. فده ياخد جزئين وده جزئين والبنت جزء. وكده أنا معايا المجموع بتاع الأجزاء. عندك 2 و2 و1 يبقى 5. وبعد كده الفلوس اللي هتتوزع عليهم أصلا، اللي هو باقي الميراث اللي هيتوزع عليهم 131250 جنيه. ده هيتوزع على الولدين وعلى البنت. تسمي مثلا نصيب البنت إكس مثلا، والولدين كل ولد واي مثلا. وبعد كده زي ما اتعلمت هتحسب نصيب الولد وتجيب نصيب البنت. دلوقتي نصيب الولد، أي ولد منهم دلوقتي مثلا لو خدنا التاني ده، هعمل معاه المقص أهو. هيبقى معاك الرمز اللي بيعبر عنه الواي قصادها 5، يبقى ال5 تحت. وفوق هنضرب 131250 جنيه، هنضربها في 2 ونحسبها على الآلة عادي جدا. يطلع نصيب الولد 52500 جنيه. ده نصيب مين؟ ده نصيب الولد. طب تعالى كده نشوف نصيب البنت بنفس النظام بقى. دلوقتي عندك البنت الرمز اللي بيعبر عنها هو الإكس أهو. هيبقى تحت موجود 5 اللي هي قصاد الإكس. فوق هنضرب 131250 في 1 وتحسب الناتج على طول، هيطلع معاك 26250 جنيه. وكده عرفت نصيب البنت ونصيب الولد. كده حصة النهاردة خلصت الحمد لله. أتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس وتكونوا دونتوا أهم الملاحظات، ويا ريت تكونوا حليتوا المسائل دي بنفسكم. أشوفكم إن شاء الله الحصة الجاية على خير، وما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو لكل زمايلك وتشترك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.